سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، الطريق إلى الجنة طريق أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالأمر الذي نجهله أو لا ندركه. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لما خلق الجنة والنار أمر جبريل عليه السلام أن يذهب إلى الجنة فينظر إليها، فنظر، فرجع جبريل عليه السلام فقال: يا رب وعزتك وجلالك لا يسمع بها أي بالجنة أحد إلا دخلها. ما يمكن أن يسمع إنسان أو مخلوق بهذه الجنة العظيمة إلا ودخلها. ثم أمر الله عز وجل بها فحفت الجنة بالمكارح، فذهب جبريل فنظر إليها فرجع فقال: يا رب وعزتك وجلالك خشيت ألا يدخلها أحد، خشيت ألا يدخلها أحد. فهذه الجنة حفت بالمكارح التي يراها الناس في ظاهرها مكارح، لكنها في الحقيقة توافق الفطرة التي خلق الله عز وجل الناس عليها. والله جل وعلا أمر الناس بالمسارعة إلى هذه الجنة والمسابقة إليها، فقال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأول طريق لدخول هذه الجنة الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده جل وعلا، لأنه من أدخل في عمله شيئا من الشرك فإن الله عز وجل لا يقبل هذا العمل، ومن أشرك بالله فقد حبط عمله كله، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، فإذا لم يؤمن العبد بالله عز وجل فإنه لا يدخل الجنة أبدا. ولهذا قال الله عز وجل يبشر عباده: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الجنة. قام النبي يوما عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة فقال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام رجل فقال: بخ هو عمير بن الحمام رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: ما حملك على قولك بخ؟ قال: لا شيء يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها، أي أكون من أهل الجنة. قال: فإنك من أهلها. الله أكبر، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يقاتل فيقتل، وكانت بيده تمرات، فقال في نفسه: إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. فإذا به يلقي التمرات ويركض إلى المعركة فيقاتل حتى قتل. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ولهذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الناس جميعا أن يدخلوا في هذا الدين، أن يوحدوا الله عز وجل. بل ليس هو فقط، كل الأنبياء وكل المرسلين كان هدفهم أن يدخل الناس في دين الله عز وجل، أن يعبدوا الله عز وجل وحده، يوحدوه
ولا يشرك به شيئا جل وعلا. ولهذا قام النبي على الصفا عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وكان يدخل على خيمة يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورأى رجلا يعبد 7 أصنام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كم إلها تعبد؟ قال: 7. قال: ما هم؟ قال: 6 في الأرض و1 في السماء. 6 أعبدهم في الأرض، والذي في السماء 1. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من تجعل لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن دع الذين في الأرض واعبد الذي في السماء. قال: إذن أعبد الذي في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي وحدوني. ما أرسل الله عز وجل نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل إلا يدعو قومه إلى عبادة الله عز وجل وحده، لأنه لا جنة، ولا يمكن أن يدخل إنسان إلى الجنة إذا كان يشرك بالله عز وجل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتال الناس، قتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. ولما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا ثبت في الحديث أن رجلا جاء يوم القيامة له أعمال سيئة عظيمة، أعمال سيئة كبيرة، بل وصلت صحائفه إلى مد البصر صحائفه السيئة، ولم يجدوا عنده خيرا قط، ما وجدوا عنده إلا بطاقة واحدة، وهذه البطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد. فقال الرجل: يعني ماذا تصنع هذه البطاقة أمام هذه الصحف العظيمة؟ فإذا بالبطاقة توضع في الكفة الأخرى في الميزان، وإذا بالصحائف كلها تطيش بالسماء، تطيش بالهواء، ولم يبق منها شيء، وثقلت لا إله إلا الله. ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة التوحيد، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. بل إن الإنسان أول ما يولد، كل الناس سواء أبناء المسلمين وأبناء الكافرين، أول ما يولدون على الفطرة، على التوحيد، على شهادة أن لا إله إلا الله في قلوبهم إن لم يقولوها بألسنتهم. ويستحب للإنسان، بل يجب أن لا يموت إلا عليها، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن قالها قبل موته وجبت له الجنة. ولهذا يقولون أن رجل، بل سمعت طبيبا يقول من أغرب ما حصل له، يقول: كنت في المستشفى فأدخلت علينا امرأة عجوز في الإسعاف الطوارئ، يقول: أدخلت علينا امرأة عجوز فركضنا ناحية الطوارئ، قلت للمسعفين: ما حالة هذه المرأة؟ قالوا: هذه المرأة العجوز أصابتها الذبحة الصدرية وتوقف قلبها منذ فترة. يقول الطبيب: فأدخلناها مباشرة إلى الإنعاش ننعش قلبها عله يعود مرة أخرى. يقول: وبعد قليل بفضل الله عز وجل عاد النبض مرة أخرى، بدأ القلب ينبض. يقول: هذا يحصل أن يعود القلب مرة أخرى، لكن الغريب أن المرأة فتحت عينيها ثم بدأت تتكلم، والأطباء حولها والممرضون. قالت المرأة العجوز: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول الطبيب: فرحنا وفرح من حولها،
يقول لكن الغريب أنها غمضت عينيها بعد هذا وتوقف القلب ولم يرجع مرة أخرى. من الذي أعاد قلبها وأنطق لسانها؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ماتت المرأة على كلمة التوحيد، هنيئا لها. إي والله هنيئا لها. من مات وهو يقول لا إله إلا الله فقد وجبت له الجنة. لا تقل أيها السامع الكريم، لا تقل كيف هذا، لا يمكن. بعد أن توقف القلب عاد لينطق الشهادتين. أقول لك إن الله عز وجل ينطق كل شيء يشاءه، بل ينطق الحجر والشجر إذا شاء ربنا جل وعلا، فيتكلم الحجر ويتكلم الشجر، بل وتنطق الجلود يوم القيامة فتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يقول الطبيب بعد أيام: زرت زوجها في بيته فدخلت عليه أعزيه وأسلم عليه. يقول فسألته عن زوجته كيف كانت تعيش وماذا كانت تصنع في حياتها، كيف ثبتها الله عز وجل هكذا. يقول الطبيب فقال لي الزوج، قال لي هذه زوجتي منذ 37 سنة، زوجتي منذ زمن طويل. ويقسم الزوج يقول والله 37 عام لم تترك قيام الليل ليلة واحدة، ولا ليلة فوتت قيام الليل إلا أن تكون معذورة العذر الشرعي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ما جزاؤهم يا رب؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالتوحيد يعيش عليه الإنسان، يولد عليه ويموت عليه، ويعيش بين الولادة والموت في توحيد الله عز وجل. ولهذا أحرص ما كان يكون النبي عليه الصلاة والسلام على قومه أن يلفظوا الشهادتين. حتى قبيل الوفاة كان يحرص على عمه أبي طالب، يقول له قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وأحد أصحابه لما قتل رجلا بعد أن لفظ الشهادتين قال له ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وهذا نوح عليه السلام يقول لأبنائه، يقول لهم والله لو كانت السماوات والأرض حلقة وكانت لا إله إلا الله لقصمتهن لا إله إلا الله. قصمت السماوات وقصمت الأرض أعظم كلمة على وجه الأرض. فاعلم أنه لا إله إلا الله. أيها الإخوة الكرام، هذا الطريق هو المفتاح الأول لدخول الجنان، جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.